اللهم داويتي الا في البيض كليتي في سجن الدجاج مشيتي. الشيء الا ما كنتيش غتفرج هاد الفيديو هذا وغتشوف هاد المعلومات عرف راه الدجاج ديالك راه في خطر. السلام عليكم الدراري، كي دايرين بخير؟ امور مزيانه. معكم طبيب ديال الدجاج شخصيا، كاين لا طبيب بيطري انا هو البيطري. باش ما بغيتيني تنقشل العرق غادي نوريكم الادويه اللي عندي اليوم. راه شي حاجه العربه غنبارطاجي معاكم هاد الدوايات كاملين. عندي واحد الدوايات اللي هما واعرين بزاف اللي تنداوي بهم، وكما قال لك المثال مع الدجاج الشهربات اليوم الدواء راه وكان نفس الفيديو في نفس الكوي. الشيء الا ما كنتيش غتفرج هاد الفيديو هذا وغتشوف هاد المعلومات عرف راه الدجاج ديالك راه في خطر. علاش؟ حيت الا كنتي ما تداويش راه عارف عندك بزاف ديال الامراض، وشي نهار غيصبح الدجاج ديالك كله مكسل بحال خويتي الماء في الرمله. المهم الدراري، اول حاجه غندوي عليها اللي هي مهمه ولا ما كانش عندك راه ما عندك حتى شي حاجه، اللي هي مضاد السموم. مضاد السموم كاينين فيه ثلاثه، اي واحد خديتي فيهم راه خدام. المهم انا تنخدم بهذا، هذا واعر. المهم هذا مضاد السموم باش ينفع، اول حاجه الفلالس واش الله تيفوتوا شهرين غتبغي تعطيهم الدوزيام ياك. فيما جات بغيتي تبدل الماكله مثلا غتعطيهم حيدتي لهم برومي وغدير لهم الدوزيام. فاش غدير لهم الدوزيام راه خصك ضروري هذا مضاد السموم. مضاد السموم فاش تبدل لهم الماكله خصك على الاقل ديروا لهم واحد 3 ايام. الناس غيسولوني شنو هي طريقه الاستعمال ديال هذا مضاد السموم. بالنسبه لطريقه الاستعمال راه دير تقريبا واحد 10 مليلتر او 2 قطرات منه في لتر الماء. اون فوا تعطي الدوزيام للفلارس يولي تحيد لهم برومي تعطيهم الدوزيام ضروري مضاد السموم 5 ايام وصافي. راه تدير 2 قطرات في معلقه وتديرهم في لتر الماء تتشيكريه تحطوا عليهم لمده ديال 3 ايام. هذه طريقه الاستعمال ديالو. حاجه اخرى عاوتاني تقول لك علاش الدجاج ديالي مرض ليا. مثلا عطيتيه واحد الماكله جبتي ليه البياضه وتسالات لك وعاودتي مشيتي جبتي بياضه اخرى واخا تكون من نفس المحل ولكن راه تكون ماشي نفس الامبالاج فيها السموم شي حاجه. فيما تسالي لك الماكله مضاد السموم، فيما تسالي لك الماكله مضاد السموم. هذا مضاد السموم راه تيحيد بزاف ديال الحوايج بالخصوص في الديماراج. استعمال مضاد السموم في الديماراج. راه في الديماراج فاش تبغي تبدل الماكله ضروري مضاد السموم. مازال غنبارطاجي معكم بزاف ديال الدوايات، ولا ما كانوش الدوايات راه ما كاينش الدجاج. راه بزاف تيقول لك الدجاج فيه الرباح فيه الرباح فيه الرباح. الا عندك السلالة الحره راه ضروري خويا من الدوايات. بالنسبه للثمن ديالو هذا الدراري راه تيدير 120 درهم. اي طبيب بيطري مشيتي عنده قلتي ليه هيبارينول راه غيعطيه لك، يعني راه تيدير 120 درهم. وهذا اللي عندي راه فيه تقريبا 500 غرام. راه عرفتي هذا شحال داي ليا؟ راه تدير اكثر من 6 شهور. غير هو حطه في شي بلاصه اللي هي بارده باش تحافظ عليه. ثاني حاجه غندوي عليها الدراري راه هي الفيتامين. الا كنتي ما تعطيش للدجاج الفيتامين كيفاش باغي يبيض لك في الصيف؟ تيقول لك تتنقص لنا الانتاجيه ديال البيض في الصيف. راه خصك اسيدي تعطيه الفيتامين، ضروري من الفيتامين. واش الدجاج ديالك ناقصو فيتامينات؟ راه انت لا نقصوك الفيتامينات راه غتولي الحاله ديالك ما هياش. هذا الفيتامين هذا راه واعر بزاف. هذا بوستر راه احسن فيتامين تيجيني انا بعدا تنستعملو مع الدجاج. علاش؟ هذا الفيتامين هذا تعطي واحد المناعه واعره، انتاجيه البيض تزيد تكثر. الحمد لله انا راه ما تنعانيش في الصيف من البيض. راه كاين البيض وراه نبارطاجي معكم في الفيديو الجاي البيض غتشوفوا الحصيله ديال كل نهار الله يبارك. المهم هذا طريقه الاستعمال ديالو حتى هو راه 2 مليلتر قرعه الماء 2 مليلتر الفيتامين تعطيه للفلالس تعطيه للدجاج. وبالخصوص الدجاج اللي تيبيض ضروري تعطيه هذا. وعندي واحد الفيتامين اخر غنوريه لك. راه على الاقل خاص يكون عندك واحد 2 فيتامينات اللي هما ينفعوك في الدجاج ديالك. بالنسبه للثمن الدراري ديال هذا البوستر ما غاليش بزاف، داير 45 درهم حتى 40 درهم عند طبيب بيطري، يعني ماشي شي حاجه. و 45 درهم الا كانت دير لك واحد الانتاجيه البيض اللي هي واعره كنصحك اخويا باش تاخذ. ثاني فيتامين اللي هو انتيبيوتيك بليس سي. هذا ما بغيتش ناخذ منه كونتيتي بزاف، تناخذ منه تقريبا هاد القرعه صغيره تتباع بواحد 10 درهم حتى 15 درهم. عقلوا عليه انتيبيوتيك بليس سي. هاد انتيبيوتيك راه تيعطي واحد الانرجي للدجاج واعره. وانت الا كان ما تياكلش راه تولي تياكل. وتينفع في واحد الحاجه اخرى هي الا كان الدجاج مثلا مكوبر بدا في المرض ديالو تيبدا يتكوبر الدجاج ما تيبقاش باغي ياكل تيتنفخ صافي تيولي الدجاج جالس مريض ما غياكلش لك ما غيشرب ما حتى شي حاجه. عطيه الانتيبيوتيك. الا ما شربش الماء دوزوا ليه في شي برا واحد 2 مليلتر وبعد 3 ايام ديال الاستعمال ديالو غترد عليه الخبر شي حاجه اللي هربان. كما قلت لكم راه 12 درهم القرعه صغيره. ثالث حاجه خوت اللي هو تيقول لك الدجاج ديالي ضربوا البرد. وصراحه انايا ما تنستعملش ديك الكينه اللي تيعطيو ديال البرد تاخذ عند البيطار. انا تنستعمل واحد القالب اللي طايح عليه انا وما عرفتش واش طايحين عليه كاع مالين الدجاج. تنعطيه فلاجين
كيما انت شي ضربك البرد تستعمل فلاجين، انت الدجاج يضربوا البرد عطيه فلاجين، عطيه فلاجين ورد عليا. بالنسبه لهاد الفلاجين راه رخيصه بزاف، دايره 23 درهم. طريقه الاستعمال ديالها راه بحال تعطيه حبه في النهار لمده 3 ايام. 3 ايام ما يبقاش يعطس ليك. بالنسبه لي تعطس لي الدجاج يعطيه فلاجين احسن ما ياخذ ديك الكاين عن طبيب بيطري. فلاجين دقه بطله 3 ايام غينوض تيجري ما غيتبقاش تسمعو تيعطس. استعملها ورد عليا لمده 3 ايام، عطيه حبه في حبه في حبه. المهم الخوت انا راه دويت لكم راه على الدويات اللي تتاخذ عند البيطري تتاخذ باش كاين واحد الدويات اللي هما طبيعيين تنستعملوهم حنايا كيما حنا تناكلوهم بغا ياكلوهم حتى الدجاج. هاد الدويات هادو اول حاجه الحلبه، ثاني حاجه الثومه، ثالث حاجه البصل. الثلاثه هادو مهمين بزاف. ندوي على الثومه هي الاولى. الثومه تديرها في الماء ولا تدوزها ليه مع الماء، تتحكا وتديرها ليه مع الماء، سينو غدوزها ليه في الماء. الثومه تطلق لواحد الحاجه اخرى، الا كان الدجاج عندك مقوبر حتى هو كما قلت لك تعطيه داك الاخر لونتيبيوتيك بليسي، وتعطيه واحد الحاجه اخرى اللي هي الثومه. وتشد كل ثومه ربع ديالها وغدوزها ليه فمو وغتخشيها ليه مده 3 ايام غيولي بخير. بالنسبه اللي تيقول لك مثلا ما عندناش فلوس باش ناخذوا الدويات، كاينه الثومه، الدرهم ديال الثومه انت حليتي المشكل. ثاني حاجه في الماء الحلبه، تعطي الدجاج بحال الجلبه، فهمت؟ الحلبه تدوزها في الماء، فوا تدوزها في الماء راه فيها واحد الفيتامينات اللي واعرين. جربوا الحلبه حتى هي في الماء الدافي وخدموا بها في الصيف راه واعره بزاف. المهم راه الحلبه راه بلا ما نحتاج نعطيكم معلومات عليها بزاف، راه عارفين الفائده ديالها والناس اللي عندهم الدجاج راه غيعرفوها. ثالث حاجه الخوت اللي هي مهمه بزاف اللي هي البصله، غتحيد عليك الحصله. بالنسبه لهاد البصله الخوت راه تتنقيها تدوزها لهم في الماكله. انا بعدا تندوزها لهم في الماكله اكثر من ندوزها لهم مع الماء. علاش؟ حيت انا ما تياكلوش ليا السيك، تندوزها لهم يا مع الماء يا تندوزها في الماكله، تنشدها تنقردها طريفات وتنعطيها لهم. بالخصوص هذا خدمت بها في الفلارس. بالنسبه اللي عنده الفلارس راه كاينه واحد الطريقه اخرى اللي غنقولها لكم، عطيو البيض مسلوق. بقاو تعطيو الفلارس البيض مسلوق مره في السيمانه، ولا عطيوهم البصله مره في السيمانه، وشوف الفلارس ديالك غتكون الانتاجيه ديالهم ممكن غيطلعوا اللهم بارك. كما قلت لكم البصله راه مع الدجاج تحيد الحصله. دراري الفيديو سالا ونتمنى ما درتش لكم البلباله وبارطاجيت معكم جميع الدوايات. والصراحه الدوايات اللي ما بارطاجيش معكم راه مهمين بزاف. وخليو لي لايك، ديروا ابوني، بارطاجيو كاع اللي عنده مشاكل ديال الدجاج يبارطاجي، واللي خصو الدجاج خصو شي حاجه خصو فلالس خصو اي حاجه. النمره ديالي هي هنايا، راه تنجاوب كلشي في كومونتيرات، اللي صيفط لي ميساج راه حتى هو تنجاوب في واتساب. مرحبا بكم الدراري، واي حاجه خاصكم مرحبا. مع الدجاج الشهربات في الفيديو الجاي غنوريكم كيفاش بيضات.